السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة. هنعملها بقى بطريقة حلوة كده ولذيذة وخفيفة، ويلا بينا. معايا هنا 3 كوبايات سكر عشان نعمل الشربات بتاع الكنافة. الأول نحطه على النار، وهحط عليهم بسم الله 3 مية. الكوباية اللي هعاير بيها السكر هي اللي هعاير بيها المية. ادي 3 كوبايات و3 كوبايات، وهحط ليمونة ترانشات كده، ومش هقلبها وهسيبها كده على نار يعني متوسطة. هنعمل بقى دلوقتي الكريمة الكدابة. هنحط معلقتين دقيق كده، هما مش مليانين قوي فهحط معلقتين ونص، وهحط معلقتين كبار نشا، يبقى معلقتين دقيق ومعلقتين نشا مليانين كبار. تمام. وهحط باكت فانيليا، ادي باكت الفانيليا. كل ده على البارد، يعني انا كده لسه محطتهوش على النار، لسه محطتهوش على النار. هقلب كده عشان كل ده يدوب في قلب بعضه. بسم الله. انا كده حطيتها على النار بعد ما دوبتها، وهفضل ايدي فيها واقلبها لغايه اما تتقل معايا. هي كده خلصت معايا اهو، ده سمكها، شايفين؟ هي كده بتخلط وغليت، معنى ان هي غليت كده استوت معايا. يعني ما غليتش، ما استوتش، لازم نستنى لما تغلي عشان نتاكد ان هي كده ايه، استوت. شايفين؟ كده هطفي عليها. بعد ما اطفي عليها هحط معلقه زبده، مكعب زبده كبير كده. هفضل اقلب فيها كده عشان مكعب الزبده يسيح جواها. طبعا السخونيه خليته ساح اصلا، يعني مش باين. كده الكريمه او القشطه الكدابه بتاعتنا خلصت. انا بقى معايا الكنافه، ده كيلو كنافه كنت حاطاه في الفريزر. هفرفته خالص خالص، او هضربه في الكبه بحيث ان هو يطلع معايا ناعم، وهرجع لكم تاني. انا بقى هنا ايه، قطعتها كده فرفتها اهي. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط عليها شويه سكر بودر، ده بيخلي لونها حلو قوي لما بتستوي. تمام. نعملها كده بقى، لازم السكر يدخل فيها كلها. بسم الله. الخطوه بتاعت السكر البودر دي بتبقى حلوه جدا، بيديها لون حلو قوي، وفي الطعم كمان بيديها طعم حلو. نحط ايه بقى تاني؟ نحط السمنه الفلاحي. السمنه الفلاحي اللي احنا ايه، مسيحينها مع بعض، اللي عاملينها بايدينا. هي الحلويات الشرقيه بتبقى عايزه سمنه فلاحي، بس اللي ما عندوش يا جماعه اي نوع سمنه عندك، اي نوع سمنه. هدخل بقى السمنه فيها كده وارجع لكم. انا كده خلصتها، دخلت فيها كل السمنه. هحط هنا بقى ايه، في الصينيه شويه سمنه.
تمام اهو. ناخد حبة كده يعني، اي حاجة مكلكعة كده افرديها. دي بقى الطبقة دي بتبقى ايه يعني، اضغطي على قد ما تقدري. ممكن تجيبي صينية اصغر وتضغطي فيها، ممكن بايدك كده، تجيبي ابنك، تجيبي جوزك، اي حد ايده تكون جامدة واضغطي. اعملي لها بقى سور كده زي ما انا عاملة كده عشان نعمل ايه القشطة. نجيب هنا بقى القشطة ونحطها يعني، حاولي ان هي تبقى في النص كده، يعني قبل السور ده كده بنص سنتي سنتي. اهي زي الفل. ونحط بقى الطبقة التانية. الطبقة التانية طبعا ما بنضغطش عليها، كده. نضغط عليها ضغطة ايه بسيطة كده اهي. اي حتة تلاقيها محتاجة تحطي فيها عشان ما يبقاش فيها حتة عريانة يعني. نحط بقى كده عليها ايه بعد ما خلصناها، وعلى وشها سمنة. خلاص كده كده احنا خلصنا الصينية. طبعا احنا مولعين الفرن ومسخنينه وهندخلها. دي بقى شوية الكنافة اللي فضلوا، هنعمل ايه، نحط معاهم شوية سكر بودر زي التانيين بالظبط. انا عارفة انتوا بتسألوا دلوقتي هي بتعك ايه تاني، هي مش خلصت؟ لا ما خلصناش لسه بقى. هنعمل نوع تاني من الكنافة بنفس الحاجات اللي موجودة عندنا كده. خلاص هحط بقى عليها السمنة، فرفرها بالسمنة خالص زي المرة اللي فاتت، واحطها على النار ونشوحها بقى في النار ونحمرها. احنا طلعنا صينية الكنافة بقى اهي، وتعالوا عشان نحط لها الشربات بتاعها. بسم الله.
نسيبها بقى تشرب الشربات بتاعها ونرجع لها تاني. انا قطعتها كده شربت كده الشربات بتاعها. اطلعها لكم اهي. طلع كمان حته، هي بس عشان الكريمه كتير قوي ما شاء الله فيها يعني. اهي 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 شكلها ريحتها تحفه طبعا، هي جميله جدا جدا جدا. بألف هنا وشفا، ونكمل الفيديو مع بعض. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الكنافه المحمره دي حمرناها في الفرن او تحمريها من فوق، انت حاطه فيها السمنه والسكر وهتحمريها بتطلع كده جميله. بنحط بقى بسم الله شويه كنافه، شويه كريمه مش كتير، شويه كنافه تاني، وكريمه. سوري يا جماعه، اهي كده. ونكمل بقيه الكاسات بتاعتنا ونرجع لكم. وكده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ودي كاسات الكنافه بتاعتنا الخفيفه اللذيذه البارده، ودي الكنافه صينيه الكنافه اللي عملناها مع بعض. ويا رب تجربوهم بطريقتي وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.